ايوا مصلحة الجميع. تنقولوا فين سمعتي انت هادشي؟ باش قريتيه في الصحافه؟ قريناه في الصحافة. شنو قريتو؟ يعني قال لك تسطات وداك الشيء، يعني داروا طنجة وداك الشيء، يعني هذا القرار بان الحمامات غيوليو يحلوا 3 ايام في السيمانة، ويعني هذا القرار بالنسبة لهم مصلحة الجميع. وبالنسبه لهذا القرار اختي مروه، يعني هذا القرار اللي جا بمصلحة الجميع، تيقول لك بان المياه والسدود ما عامرينش. وكيقول لك اختي مروه العيالات كيخسروا الماء في الحمام بزاف اكثر من الرجال. لا كاينه هذه، ماشي بالنسبه للمراه تدخل الحمام. انا تنكون حاضره في الحمام، انا كمراه تنمشي للحمام تنشوف النساء يعني تخسر 12 سطال 14 سطال، يعني عاد تكب 3 درجه. والله القسم واحد النهار حسبت واحد وحده 16 سطال اللي حسبت ليها، حق الله العظيم تحسبت لها. الحمام ما يعجبهاش الحال. لا ما يعجبهاش الحال يعني. وكيعتبروا الثقافه هذا الشيء ولا علاش الناس؟ ما يعني قلت الوعي. يعني خاص الانسان نيس يحافظ، راحة الماء هو كل شيء في الحياه. لما كانش الماء راه ما غنجلسوش على بعضياتنا، ما غنبركوش حدا بعضياتنا، ما غنعسوش حدا بعضياتنا. الماء هو كل شيء في الحياه. بالنسبه اختي مروه سمعنا انا بعض العيالات كيتعطلوا حتى في الحمام، يعني من غير انهم خاصو كيتعطلوا. كاينه اللي تدخل من 2 حتى 8 الليل. شي وحده بحال هكا. بزاف شفتهم. والله القسم ملي تنسول السيده في الحمام تنقول لها واش هادي، تقول لي هي مضروبه على الماء ما تخرجش. يعني يبداو يغوتوا عليها الكسالات ديال الحمام عاد تدخل. وقال لك لي ما جوج حتى شحال من سطل ضيعها شحال بزاف. يعني الوحده تدخل الحمام واحد ساعه ولا 2 سوايع، يعني تحك تغسل صافي، تغسل يعني الدات ديالها الجسم ديالها وتخرج صافي. الله يجعل البركه. وبالنسبه لهادو اللي خرجوا هذا القرار، راه شافوا مصلحه البلاد، عاد خرجوا القرار على القرار ديال كورونا، عجوا خرجوا شافوا مصلحه البلاد وشافونا غنضروا حنا كي شعب مغربي. راه خرجوا القرار بالنسبه للحمامات، حتى هما راه شافوا بان المياه راه ما كايناش، السدود خاويه، وخرجوا ما موالفينش يخرجوا هاد القرارات ديال الحمامات. يعني السدود قال لك راه خاويه. بالنسبه اختي مروه لاحظنا ان هذه القضيه يعني واحد المناطق وصلوا للماء ولا كتقطع عليهم بالليل. هو السدود قلت لك خاويه. يعني راه هاد الناس راه باغيين مصلحه الشعب المغربي. يعني هاد الحكومه اللي تدير هادشي باغاش مصلحه الشعب المغربي، كل ما باغاش مصلحتنا خلينا غاديين في الهاويه. يعني هاد الناس فيما تيشوفوا شي حاجه غضر الشعب المغربي راه تيعلموا. سمعنا علاش عيالك تقلقوا من هذا القرار كما عجبوش؟ لا بالنسبه لينا حنا ما غنتقلقوش. يعني كاين اللي عندها تشوفوا في الدار تتعوم، يعني على ملي كانت خويا يعني كنا نعوموا في الدار، كلشي لا نساء ولا رجال ولا كلشي كان يعوم في الدار. يعني بعد اصلا كاين بعض النساء ما تيعوموش اصلا، ما تتكبش على سطل ديال الماء قسما بالله على هذه تتشوف الهيئه. ولكن راه ملي تتوقف حداها ما تقدرش توقف حداها. يعني المراه راه هي الجسم ديالها، هي الاناقه، هي يعني هي شخصيتها، هي كل شيء. ولكن العيالات معروفين بالنقاء، معروفين ماشي بزاف. يعني بعض النساء كاينين ما معروفاش منهم. صادفت شي حالات مروه؟ كاينين صادفه حالات. انا مصادفه حالات في الديور ديالهم. لا اله الا الله، لا دخلتي لا اله الا الله، لا اله الا الله والله القاسم. الموضوع الثاني كاين بعض العيالات اللي كيلقاو يعني كيستعملوا الماء في السياق بزاف. كاينين في السياق وفي الصابون في المانط في اي حاجه تيستعملوا يعني الماء بزاف حتى في الديور ديالهم. يعني تتكون باغا تغسل 2 كيسان ولا 3 تتبقى طالقه الروبيني. ما بقاوش عارفين ان نسيروا لينا خطر ولا لينا ولا خطر. هادشي علينا بالنسبه لينا حنا خطر. خاصنا نحافظوا على الماء، خاصنا الماء دابا نحافظوا عليه. حنا تنوجهوا رساله من ميدي لايف للجميع باش يحافظ على الماء، حيت السدود خاويه. هاد الناس كل ما بغاش المصلحه ديالنا كره ما دابا اختي مروه دوك الناس اللي ناضوا كيقول لك هاد الماء لا راه حنا الماء ديال ربي. لا الناس خصهم يتفهموا ان يعني الماء بتحبس راه الماء ديال ربي. على شوف على حنا باش واقفين بلا اله الا الله، واقفين بقدره الله. حنا بقى واقفين بقدره الله. الماء ديال الله، ولكن الماء اللي مشى علينا راه ما غنبقاوش بشر. الماء اللي مشى علينا خويا بالنسبه لك انت الا ما عمتيش على السيمانه كيفاش تولي؟ الماء اللي مشى علينا راه ما بقيناش بشر، راه ما غنوقفوش حدا بعضياتنا. رانا هو اللي منقينا، هو اللي مرجعنا بنادم. وسمعنا اختي مروه كاين عيات عندهم هذاك المرض ديال بحال الفوبيا ديال النقا، يعني بقى كتسيق تقول لك نعاود نصيخ. كاينه هذيك تتكون عندها واحد المرض نفساني على الماء. يعني تتبقى النهار كامل وهي في الماء، والنهار كامل وهي في الماء ما تستحيش من الماء. انا شفتهم، ما شفتش وحده، ما شفت 2، ما شفت 3.
ولكن اللي قلتي لينا اختي مرة كتبقى من الزوج حتى العشيه في الحمام هذيك. والله حتى كاينين، ما شفتش وحده ماشي الجوج، من الزوج قسما بالله من الجوج تتبقى وحده بقات من الجوج حتى 8 الليل. جيت عمت انا ومشات الوالده ديالو تبعته ولقيتها باقا. واش ما كيعيا واش ما كيسخفوش؟ ما عرفتش انا، سيكون عندهم هذاك الشيء ديال مرض نفساني ديال الماء. شحال من وحده عندها مرض نفساني ديال الماء. وبالنسبه لاختي مروه يعني لاحظنا ان صاحب جلاله الملك محمد السادس كيبذل واحد الجهود كبيره باش يدير الماء. الله ينصرو لينا. اختي مروه يعني الله ينصرو والله يحفظوا لينا وعاش الملك والبلاد ديالنا. حنا عندنا تنقولوا الله الوطن الملك، والله يطول ليه في عمره وعاش والله يحفظوا لينا والله يحفظ لينا مولاي الحسن والامير مولاي رشيد. اختي مروه واحد في كومونتير قال لك وهذاك الماء اللي تسقاو به الجولف، يعني حتى هو كيستهلك كميات كبيره من الماء الجولف. ويعني راه حيت هذيك يعني الجولف راه شركه كبيره، راه معلوم غيسقيو جرادي، غيسقيو حيت تتكون في واحد الالعاب ديال الجولف بعد الخطرات راه ضروري غيسقيو. وبالنسبه اختي مروه باش نرجعوا للموضوع ديالنا كيف واخا، شنو النصيحه ديالك للعيالات اللي كيبقاو يضيعوا واللي كيبقاو يهلكوا في الماء؟ شنو تقول لهم اختي مروه؟ تنقولوا لهم ما تبقاوش تضيعوا الماء، حافظوا على الماء. راه حنا وصلنا بالنسبه لينا ملي عطاونا الانذار ديال الحمامات راه غنوصلوا لواحد الحاله يعني صعيبه. والماء راه ما شربناش راه ما كاين والو، الماء ما عمناش راه ما كاين والو، راه ما غنجلسوش حدا بعضياتنا. الماء راه هو الحياه، الماء راه هو الحياه. لا ما كانش الماء ما غنصبنوش حوايجنا، ما غنطيبوش، ما غنعوموش، ما غنديروش بزاف ديال الحوايج. وبالنسبه دابا دوك اللي لاحظ انا الشركات اللي كيقولوا كيديروا حنا دواء تحسيسي، يعني الامر ما بقاش داكشي ديال الضحك، ما وصلناش شي حاجه اللي خطيره داكشي ديال الناس باقيين كيلعبوا بالماء. لا خاص شوف، خاص واحد تكون حمله تحسيسيه. بالنسبه شوف حمله تحسيسيه لاصحاب الاراض يديروها مع جمعيه المجتمع المدني، تكون واحد الحمله تحسيسيه مع جمعيه المجتمع المدني، ويخرجوا يدوروا يلبسوا الجيليات وتكلف بها شركه الاراض مع جمعيه المجتمع المدني باش يديروا واحد الحمله تحسيسيه للساكنه ديال مدينه المحمديه. كلمه اخيره دوك الناس اللي كيمشيو للحمام وكيضيعوا الماء. بزاف ما خاصوش يبقاو يضيعوا. مع اللي مشات للحمام صافي 3 6 ولا 4 6 ولا كافه غيعوموها، 3 6 ولا 4 6 ولا كافه يعوموها. والسلام عليكم وشكرا. تفضل الرئيس ديال الجمعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نشكر هذا الطاقم اللي هو جاب باش يدير واحد التاثير على الناس زعما باش يحاولوا يحافظوا على المياه. على ذكر انا سمعت الاخت مروه بدات ليديك. حنا كنا سابقا مشينا على الشركه ديال ليديك اللي هي تدير تصفيات ديال الواد الحار. يعني كانوا جابوا واحد القادو جابوه من المانيا على طريق البحر، كانوا جابوه باش داك الماء يولي يخرج لقاع البحر، داك الماء اللي تيصفيوه. دابا داروا داك المعمل اللي هو تيصفي داك المياه هنا في البرنوسي. كانوا داروا تكلف تقريبا بحال 5 المليار باش تقريبا اللي الميزانيه اللي خرجت. هذه الميزانيه شكون؟ الميزانيه فلوس ديال الشعب. ملي حنا مشينا عندهم تماك درنا واحد لا فورماسيون عندهم تماك، وراونا كيفاش تيصفيو المياه ديال الواد الحار. يعني وراونا كاينه تما خدمه، كاين عمل جبار، يعني كاين واحد العمل اللي هو زعما يحدى به. ولكن ملي جينا تنشوفوا تلقاو هذيك المياه اللي تتصفى وتغسلوا عليها زباله ديال الاموال باش تتنقى تدخل لقاع البحر، تمشي لقاع البحر وتتلاح تما. يعني ما خصهاش تضيع. حنا كنا طرحنا عليهم كجمعيه كنا طرحنا عليهم واحد يعني واحد النسبه ديال حل من الحلول. عطينا حل من الحلول، قلنا لهم ديال علاش هذاك الماء تتلاح في قاع المياه قاع البحر، علاش اللي ما نولوش مثلا نديروا به كما ذكرتي الاخ مروه ذكرتي على الجولف، مثلا الجولف الجرادي الشانطي واللي تغسل به. حنا هضرنا معه بهذه الطريقه هذه، قال لك لا راه الفيلات هما تيسقيو بزاف، قال لك لا يكون عندهم واحد السقي ديال الجرادي. اخويا قال ديال الفيلات حتى هي كاينه فيلات لا بيسينات، يعني كاين استهلاك ديال المياه. المغرب جا واحد الخط الاستواء، يعني بمنطقه تكون جافه من القدام، يعني الشتر مع حدا غادي تتقل على حسب الجغرافي اللي كاين فيها المغرب. علاش حنا دابا غنديروا التصفيه ديال المياه؟ لان كاين واحد التهديد بالنسبه للمياه. الناس الساكنه او السكان ديال او المواطنين المغاربه كلهم، يعني بحال ما هاد لافاجات، بحال ما هاد الحمامات، يحاولوا الاخوان ديالنا والاخوات يحاولوا يتكيسوا على المياه، لان هادشي المياه وجعلنا من الماء كل شيء حي. المياه هو الحياه، هو اللي تعطي الطبيعه، تعطي النبات، تعطي الفاكهه، الثمار، الزرع الى اخره.
حنا ما كرهناش الجمعيات يحاولوا يتحدوا كاملين ونمشيو لهاد الشركه ديال ليديك، يعني نحاولوا نطرحوا عليهم البرنامج اللي كنا طرحنا عليهم في 2016. في 2016 حنا راه هضرنا على المياه، يعني باش يحاولوا يديروا واحد الشركه اخرى اللي غتخلي داك الماء ما يبقاش يمشي لقاع البحر ويتلاح، ولا يديروا به الشوانطه، يديروا به الكولف، الشجر، يعني راه داك الماء تيضيع بزاف. يعني الا كنا مثلا نعاودوا للتكرير ديالو وداروا واحد العمل اخر اللي داك المياه باش ما يبقاش يضيع، فهذا راه غادي يكون ربح للمحمديه والرئيس ديال المحمديه. وتشكر الساكنه ديال مدينه المحمديه لان حاولت تعرف بان راه الماء ولا الفرشه المائيه راهي قلالت بزاف، يحاولوا يتكيسوا على المياه. وهذا نداء للمواطنين وتنطلبوا الله الغيث ان شاء الله. تبارك الله عليكم. الله يحفظك. شي مره على ديك الغيث ما نطلبوش، ما كرهناش تكون صاله استسقاء، شنو تبغي تقولي لنا؟ نكون صاله استسقاء كل شيء يحضر فيها، بغينا كل شيء شباب، يعني كل شيء يحضر في صاله استسقاء، ضروري خاصها الدار. تنطلبوا من الله باش يغيثنا. تبارك الله الحنكه ديال الملك الحسن الثاني، نعم تبارك الله في ذاك الوقت بنى السدود، وهذا الوقت دابا استفدنا منهم. استفدنا يعني المغاربه منهم. قالوا لك ان الله يرحمه. تبارك الله كان ذكي بزاف. الله يرحمه. شنو بان لك في هذه العبقريه ديالو الله يرحمه فضل. هو تبارك الله الحسن الثاني الله يرحمه، الله يوالي برحمه الله، كان واحد الملك عبقري، ذكي يعني بزاف. يعني الشعب المغربي كله تيبغيه، لا هو ولا ملكنا اللي كاين دابا حاليا محمد السادس، الله يطول لنا في عمره والله يشافيه والله يخليه لينا والله يخلي لنا الاسره العلويه كامله، تا هو عاطي الامان للمغرب ديالنا، وتنبغيو مالكنا وعاش الملك والله الوطن الملك. امين يا ربي. اختي مروه شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله فيك، الله يبارك فيك، الله يحفظك، الله يحفظك، بارك الله فيك.